السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا إخواني الكرام، إخوتي في الله. اليوم أخوتي غادي نقولوا على الديانة اللي ثالث أكبر ديانة في العالم، وأغلبيتكم عارفينها، وهي الديانة الهندوسية. يا إخواني، الديانة اللي كتدعي لعبادة الأصنام. هاد الديانة هادي اللي أغلب سكانها من الهند، واللي عدد اتباعها مليار شخص، فوق مليار شخص. الا ان الاسلام كيزيد عليها بزاف، وعدد المسلمين في العالم 2 المليار و900 مليون نسمة. الا ان الموضوع تاعنا اليوم على الديانة الهندوسية. نبداو اكثر الدول من حيث عدد الهندوس، واللي هما الهند وموريشيوس ونيبال وبنغلاديش وفيجي وسريلانكا. في المركز الأول الهند، وعدد الهندوس فيها 850 مليون هندوسي. وفي المركز الثاني نيبال، وعدد الهندوس فيها 20 مليون هندوسي. وفي المركز الثالث بنغلاديش، وعدد الهندوس فيها 13 مليون هندوسي. وفي المركز الرابع سريلانكا، وعدد الهندوس فيها 4 مليون هندوسي. وفي المركز السادس في المركز الخامس موريشيوس، وعدد الهندوس فيها 1,010,000 هندوسي. وفي المركز الأخير وهي دولة فيجي، وعدد الهندوس فيها وهي عدد الهندوس فيها 150 ألف هندوسي، وكيشكلوا 30% من تعداد السكان. وهذا هو الموضوع ديالنا اخوتي، ولكن بغيت نقول لكم على واحد الحاجه، هو انه الاسلام هو الدين الصحيح، بان الديانه هذه كتعبد الاصنام، وقال لكم فيها عده الهه بحال دابا كاين ها كريشنا ها شيفا ها دورغا، وتسميو الالهه نتاعهم هما دابا كيفاش. حيتاش دابا هما كيقول لك الاله هو اللي خلقهم، وكيصنعوا تمثال تشبيها ليه، زعما قال لك باش يصليو بدوك التماثيل، وانه تيحتفلوا بعيد الالوان وبعيد احتفال درغا بوجا. هذا مثلا. وما دابا اي حاجه يعبدوها كيقدسوا في البقر، واش تا البول ديال البقر كيغسلوا به. غنقول الله يهديهم وصافي، ونقول الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. اللهم ارزقنا زيارة حرمك وحرم نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، قولوا آمين. وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كان معكم أيوب المراكشي، تهلاو ونتلاقاو في الفيديو الجاي إن شاء الله.